السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل والهنا. زي ما انتوا شايفين قدامكم كيكة قدرة قادر، بأبسط طريقة ان شاء الله هتكوني ممتازة فيها. ويعني اقول لكم بقى الكيكة دي بتدخل قلبي كده من جوه وخطيرة خطيرة خطيرة. يلا بينا نجرب. اولا انا هستخدم الباودر الجاهز بالكريم كراميل. هستخدم 2 باكت، هحط عليهم كيلو لبن، هقلبه على النار وهسويه عادي خالص. ال2 باكت بياخدوا كيلو لبن، ما تقلليش وما تحطيش بقى سكر خالص، وما تحطيش كمان ميه. انا كده هسويه على النار. وهنا هستخدم الصينيه الالومنيوم. الصينيه بقى بتبقى ايه؟ هقول لكم الحجم اللي انت هتاخديه، هتحطيه يعني في الصينيه هيديك ارتفاع. فانا هنا مستخدمه صينيه 26 عشان انا عايزاها تكون كبيره. يعني مش مهم عندي الارتفاع، تمام، انا عايزاها تعمل قطع اكتر. لكن المقادير اللي انا عاملاها دي هتعملك ارتفاع حلو قوي في الكيك وارتفاع حلو قوي في الكريم كراميل لما تستخدمي مقاس 22. تمام، 22 24 حلو ممتاز كده. لكن نبتدي من 26 بقى، لا القطعة هتكون رفيعة، وطبقة الكريم كراميل برضو هتبقى رفيعة. تمام. هنا انا ما ابتدي بقى بالراحه كده. انا طبعا استخدمت الكراميل الجاهز للكريم كراميل، لكن انتي ممكن تعملي كراميل عادي، تسيحي شويه سكر بنقطتين ميه على النار وتدوبيهم شويه كده، وبعدين لغايه ما ياخدوا الكرمله وتحطيهم بدل الكراميل الجاهز مع الكريم كراميل، علشان تاخدي نسبة كراميل اكتر يعني. بس انا بالنسبة لي انا مش عايزة اعمل خطوات كتير، ومش عايزة احط خامات كتير. انا يا دوبك استكفيت بالخامة اللي موجودة عندي، اولا استهلاكا للوقت، وعشان كمان تضييعا للميزانية، فكده كويس قوي. تمام، احنا كده جهزنا الكراميل، هو كده سخن وانا هسيبه يبرد. ما تحطيش الكيك عليه وهو سخن، هسيبه يبرد. يعني هسيبه يعمل ايه، مثلا طبقة كده من وش، بس يعني ايه، يهدى البخار يهدى وكده. هنبتدي نشتغل بقى على الكيك. دقيق، كوباية دقيق وربع كوباية سكر وتلت كوباية زيت وربع كوباية لبن، او ممكن تلت كوباية لبن. ومعانا هنا 4 صفار بيض. البياض موجود معانا برضو، بس انا هعملها هنا بطريقة قسم الصفار مع البياض، علشان هنا هتخليني الكيك هش اكتر، وهتخليه كمان يعني ايه، حتى لو كانت طبقته رفيعة ولكن مش مكتومة. تمام، انا هنا هبتدي انزل المكونات دي. اول جزء من الكيك اللي هو مع صفار البيض. هقول تاني المقادير: كوباية دقيق، ربع كوباية سكر، تلت كوباية زيت، ومن ربع لتلت كوباية لبن علشان حسب نوع الدقيق اللي عندك، وطبعا فانيليا ومعلقة بيكنج باودر. هحط المكونات كلها على الصفار وهبتدي اضربه كده بالمضرب السلك العادي. مش محتاجين هنا في الوقت ده الهاند بلندر او يعني مضرب البيض. تمام. طيب، ابتدي دلوقتي احط الفانيليا. انا حتى استخدمت هنا فانيليا يعني اللي هي السايلة. ممكن تحطي كيس باودر عادي، السايلة كفاية 4 نقط قوي. وقصدي ممكن تحطي كيس فانيليا الباودر عادي، مش مشكلة. هتديله بقى تقليبة حلوة كده وتدخلي فيه شوية هوا بس عادي، يعني مش لازم يعمل قوام. تمام، انا هنا حطيت البيكنج باودر والدقيق وهنخلهم على صفار البيض. هنا هتلاحظي شوية ان العجين تقل منك. لو العجين تقل منك فزودي كمان معلقتين لبن مثلا او حاجة. تمام، بس هو عامة هيبقى في المرحلة دي تقيل، لان هو مفيش بياض لسه. البياض هو اللي هيعمل له قوام. انا كده خلصت اول مرحلة. البياض علشان ينجح معاكي ويعمل مرنج، اولا لازم البولة تكون ناشفة تماما، ما فيهاش اي دهون او اي مية. وكمان رشة الملح. هو في بعض البلاد يعني في اسمه كريم التارتار، فممكن الكريم ده يتحط باودر التارتار قصدي، فممكن يتحط بدل رشة الملح. وهنا برضو هزود عليهم وانا بضربه شوية، هزود ربع كوباية سكر. يعني مقادير الكيكة معانا نص كوباية سكر، ربع على الصفار وربع على المرنج ده. طبعا هتضربي لغاية لما المرنج قوامه
يبقى يعني متماسك تماما. زي ما انتوا شايفين انا بحرك الطبق اهو، ولا حاجة بتقع منه، يعني ايه صخرة جوه الطبق. احنا كده عملنا خلاص، عملنا نص ايه نص المسافة يعني. هاخد معلقتين كده وهبتدي اسيل آه قوام صفار البيض مع بقية المكونات. عادي اضربي هنا براحتك مفيش مشكلة، ولكن في المرحلة اللي بعد كده انا هوريكي ازاي تضربي علشان ما تخرجيش الهواء. انا كده بصوا سالت معايا اهي علشان اخلي قوام واحد. انا كده اديتها شوية بيض فابتدت ايه العجينة بتاعة الصفار ابتدت تسيل معايا وقوامها يبقى خفيف. هبتدي بقى انزل بقى بقية المارينج على دفعتين كده بس. بقى هبتدي اقلب بهدوء بقى دلوقتي من فوق لتحت. انا مسرعه الفيديو معلش، بس في المرحله الجايه بصوا بقى انا بقلب من فوق لتحت، من فوق لتحت علشان ادخل الهواء من فوق لتحت كده. بلفها كانها زي المكنه جوه الخليط. تمام. انا كده يعتبر الكريم كراميل بالنسبه لي يعتبر ابتدى هادى خالص، والبخار بقى هادي، يعني ابتدى يعني مش ما بقاش بارد يعني خالص، لا مش عايزاه يبقى متماسك ولكن يبقى هادي. تمام. الاتنين مع بعض هم جاهزين زي ما انتم شايفين، عمل زي طبقه بسيطه قشره بسيطه قوي كده على الكيك. بصوا زي ما انا قلت الكيك عندي مش هيطلع مرتفع لان انا محتاجه عدد قطع اكبر، مش عايزه ارتفاع. انا يعني عايزه لما اقطع الكيكه تقضي الولاد كلهم ويبقى كل واحد مرضي يعني. تمام. الكيكه بتاعتي اهي مستويه، وهطلع كل الفقاقيع الهواء، وهكون بقى مسخنه الفرن على درجه حراره 180. تمام. سخنيه كده من اول ما تشتغلي في الكيك علشان الجو ساقع. طيب الخطوه دي بقى اللي انا بحط كوبايه يعني صينيه كبيره وبحط فيها ميه سخنه. اعملي الخطوه دي جوه الفرن علشان انا بس بوريها لك يعني. انا هحط فيها كده الصينيه وادخلها الفرن، او هحط الصينيه فوق على الشبكه واحط الصينيه اللي فيها الميه تحت على الرف من تحتها من تحت. خلاص هي هتاخد معاكي في حدود 40 دقيقة. ما تقلقيش، انت لازم بس تستخدمي الخلة كده وتطلعيها تلاقي الكيكة كده استوت تماما. وكمان الحرف لما ينفصل من الصينية ده دليل تاني ان الكيكة استوت تماما معاكي. تمام كده. هسيبها بقى في التلاجة عمرها ما تتقلب قبل 4 ساعات. وخلي بالكوا بس عشان ما تغلطوش غلطتي ان انا حطيتها على مكان مايل فالكيكه، لان الكراميل بيبقى مايل فالكيكه طلعت من جنب اعلى من الجنب التاني، بس مش مشكله يعني. بصوا هنا الجنب ده طلع يعني ايه منخفض شويه، بس مش مشكله، الجنب ده جميل ولذيذ يعني وزي الفل. علشان انا حطيتها في التلاجة على رف مش مستوي. تمام. آه هنقطع بقى جزء منها. شايفين هي بصوا نزلت بسهولة تماما. طبعا قبل ما بتنزليها بتحاولي تسلكيها من الجوانب قبل ما تقلبيها على الطبق. خلاص تحسي ان هي سالكة تماما وبتتهز معاكي جوه الصينية. بصوا بقى الجمال، مقولكوش على الطعم، اقسم بالله العظيم روعة روعة روعة. وتكلفتها في المتوسط هادية، تقدر ان انت تعمليها في مناسبة كمان حلوة قوي. لو عيد ميلاد بنتك، عيد ميلاد ابنك، مش لازم تورتة تقليدية يعني. التورتة دي لذيذة وانت كمان ما احتاجتيش لتزويق وكده، هي مزوقة نفسها. تمام. فاللي عايز كراميل اكتر ممكن برضو يرش في المرحلة دي كراميل. تمام. انا عايزة اوريكم ازاي هي متماسكة مع بعضها، يعني طبقة الكريمة ماسكة مع طبقة الكيك تماما، مش بتتزحلقوا من فوق بعض تماما، علشان الناس اللي بتخاف من الكريم كراميل الجاهز. بصوا الجمال، بصوا والله العظيم في منتهى الجمال. شايفين ان الطبقات رقيقة مع بعضها بس متناسقة يعني. فانتي لو عايزة الكيك يكون ارتفاعه عالي والكراميل كريم كراميل برضو ارتفاعه عالي، يبقى هتحطيها في صينية مقاسها 22 ل 24، واستخدمي صينية ألمنيوم علشان الخبز يكون سليم. وما تنسيش المية وتظبطي، لان المية هتساعد ان يعني الكيك ما يتلسعش منك بسهولة، لان الكيك كمان ايه يا ربي عايزاه يبقى مترطب شوية كده. وكمان علشان الكريم كراميل برضو ما يتلسعش مننا في الفرن. تمام.
يا رب يكون الفيديو عجبكم وسهل عليكم والشرح إن شاء الله يكون وافي، وأي حاجة اكتبولي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.